كان سامي واقفا أمام باب المدرسة بدهشة وفضول، يحمل حقيبته الجديدة على ظهره، بينما يملأ وجهه بابتسامة عريضة. كان الجو مشمسا، وأشعة الشمس تتلألأ على وجوه الأطفال وهم يتوافدون إلى البوابة. لم يمض وقت طويل قبل أن وصلت صديقته الصغيرة، ليل، وهي تلوح له بيدها الصغيرة. قال سامي بلهفة: أنا متحمس جدا لهذا اليوم. أود أن أتعلم أشياء كثيرة جديدة. كانت عيناه تلمعان بالطموح والبراءة. أجابته ليلى بابتسامة ملئها التفاؤل: وأنا أيضا يا سامي. دعنا نبدأ يومنا بابتسامة وإصرار على النجاح. تحركت الكاميرا لتحيط بالمشهد، تظهر المدرسة بشموخها في الخلفية، وتحمل في طياتها الآمال والأحلام. دخل سامي وليلى إلى قاعة الفصل، حيث كان زملاءهم يجلسون بالفعل وهم يتحدثون وينتظرون بشغف بداية اليوم. رحبت المعلمة بحماس وهي تلقي التحية على الأطفال: صباح الخير يا أيها الأذكياء والمبدعون. رد الأطفال بصوت موحد مرحبين: صباح النور يا ميس. ابتسمت المعلمة مستبشرة ببداية عام دراسي جديد ومليء بالتعليم والإبداع. وبينما كانت تستعد للدرس الأول، كان سامي وليلى يمتلكان شعورا رائعا بأن هذا اليوم سيكون نقطة بداية لمستقبل زاهر.